لما كنت مثلا عندي مشكله مع منتج ما وطلع قال في التلفزيون ده عمرو دياب ده خلاص ده كبر ده انتهى، فرحت طالع في البوم ليل نهاري. وخلصنا الجزء الاولاني. انا بس نسيت اقول لك فيه، لو عجبك الفيديو اشترك ولايك وكومنت وشير، ولو ما شفتش الجزء الاولاني ارجع له وتعالى ده الجزء الثاني. هنكمل كلام عن ال5 اغاني الباقيين في الالبوم، ونتكلم عن جمدان الالبوم واقوى الاغاني واضعافها. والدور كان على قلنا الاغنيه الاغرب، اللي هو في حاجات بتحبها قوي وفي حاجات ما بتحبهاش خالص، فدي كده لان خلطتها غريبه شويه. وهي الاغنيه الاكثر من حيث تكرار الجمل اللحنيه. هو اللي عيونه نادوني من العالم كله خدوني، هيغير لا معرفش ازاي شغلوني، انا اللي جرالي. ايوه كده، انا بعد ما خدني جمالك وغير حالي وحالك برضو انا لسه ما جيتش في بالك. طب اثبتها لي. بيعيد ويزيد في جمله لحنيه مع تكرار القافيه بتاعه الكلام. ولا عيونه نادوني من العالم كله خدوني شغلوني. فده ترابط بقى حلو ما بين الكلام واللحن، كأن القفله واحده اليوم هما الاثنين. وبعدين اللحن بينزل جري على الكورد من فوق كده. دايما والله في بالي غايب على العين ليالي. المرة التانية نفس الكلام بس بنغير حرف في السلم، فبدل ما تبقى دايما والله لا دايما والله في بالي. اول مرة بنقفل ولا ليلة بنساك مفتوحة، تاني مرة يا ويلي في هواك قفلة. وطبعا احنا عارفين ان لما يقول دايما في بالي مرة ويعيدها بطريقة مختلفة فده تكرار بيأكد على هذا المعنى اللي هو اسم الأغنية. فالتركيبة دي مميزة مع كمان الإيقاع اللي هو تحسه خليجي شوية مع العود. كان نفسي العود يتحرر اكتر، انا حاسه متكتف بس شغال. بيجي في اخر الاغنيه بقى يقول لك ايه، بيحط لك خط تحت انا لسه ما جيتش في بالك، يعني بعد كل ده انا لسه ما جيتش في بالك، هتعملهمش عليا منجزي عشان ما نضيعش فوق. انا بالنسبه لي اغنيه حلوه جدا وبحبها. الاغنيه اللي جايه بقى هي الاغنيه الاضعف بالنسبه لي رغم انها حلوه، ودي ميزه الالبوم من اهم الاسباب اللي بتخليني بحس ان هو اقوى البوم، ان الاغنيه الاضعف حلوه. فبالتالي الالبوم عندي استعداد اسمع اي اغنيه فيه مش هتضايق، مع بقى وجود كمان اغاني عظيمه في الالبوم فرهيب. ايه الاغنيه الاضعف دي؟ خلينا نشوفك. في رايي يعني هي تاني اغنيه لمحمد يحيى. اول اغنيه كانت يدق الباب مقسوم، دي مقسوم برضو بس مقام بياتي شرقي. دق الباب كانت كرد. هو عموما محمد يحيى زي ما قلنا في الجزء الاولاني كان اول مره ينزل مع عمرو دياب ب3 اغاني والثلاثه اقوياء. يدق الباب، خلينا نشوفك، ريحه الحبايب. وريحه الحبايب دي الوحيده اللي عملت عنها فيديو لوحده عشان كان عندي معاها مشكله وفي ناس بتزعل من الكلام ده، هنجيلها في الاخر. ده انا وحياتك كل ما اشوفك بحلم امتى اشوفك تاني. على فكره دي مش مبالغه، ده احساس انساني مشهور جدا وبيستوقف ناس كتير. لما تبدا حاجه حلوه بتحمل هم انها تخلص، ما البدايه بتكون بدايه للنهايه. وساعات الاحساس ده بيزيد وبيبقى مبالغ فيه لدرجه انه ممكن يفسد عليك الرحله لو انت في اول الرحله وحامل هم اليوم لما يخلص. ففي ناس الموضوع ده بيأثر معاها جامد. طبعا خلينا نشوفك انا وعناية كل شويه، يعني صار الشاعر عمرو دياب وعينه كانهم شخصين مختلفين مش نفس الشخص. دي بقى المبالغه، بس مبالغه طبيعيه موجوده في الاغاني عادي. كمان هنا بيقول له قلبي يلومني يقول انا وانت عايشين ليه، يعني برضو صور قلبه على انه بيتخانق معاه وهيمسكوا في بعض. كل عضو في جسمه في الاغنيه منفصل واخد سكه. قلنا اللحن مقامه بياتي، الجزء البياتي بيظهر في اخر الجمله، بحلم امتى هشوفك تاني. من نفس السكه بقى تاني المزيكا بتاخد تراريرا، فتحس ان المزيكا مشاركه مع عمرو دياب حتى من الاول خالص وهما بيردوا على بعض. فالوتريات بترد، تحس عمرو دياب اتخذ الوتريات كصديق ليه. حتى الوتريات بتنقل عمرو دياب للجزء اللي بعده هنا. اغنيه لطيفه. نيجي بقى على قنبله والاغنيه الاكثر رومانسيه، اغنيه وبيننا ميعاد. لا ما اسمهاش وبيننا ميعاد، اسمها قصاد عيني. اكتر اغنيه رومانسيه هي وحشتيني، بس دي اكتر. الاتنين نفس المود الرومانسي، عمرو مصطفى اللي ملحن الاتنين والكلام قريب. هنا اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد، في بعد. وحشتيني كانت سنين بعدك على عيني، في بعد برضو. حتى البدايه للاتنين كانت رومانسيه جدا، بس بدايه وحشتيني كانت اقوى بصراحه، أشد. عموما في اغنيه قصاد عيني انا عندي مفتاح او شفره كده بعملها بتخليني استمتع في الاغنيه قوي، ان بركز مع السكند فويس بتاع عمرو دياب. مش فاهم، هو السينيو بيكون اكتر من صوت مع بعض، فبقى السكند فويس او الصوت اللي ما بيلعبش اللحن الاساسي بيلعب لحن باراليل كده موازي ليه، عبقري. وكان واضح في السينيو. يعني انا هغني لكم السكند فويس اللي انا قصدي عليه وهو اللحن الاساسي شغال. ومن تاني اكيد راجعين انا دايب وكل حنين
بص الفرق هنا، قصاد عيني بتتقلب بصوت واحد. قصاد عيني. طب تاني مرة. قصاد عيني. وبرضه لما بتعيد قصاد عيني بالطريقة دي مرة كده ومرة كده، تأكيد على المعنى وعلى اسم الأغنية اللي هو قصاد عيني في كل مكان. فممتع جدا، خصوصا انه بياخدك بصوته من الكوبليه للسينيو، ان في كل مكان ومن تاني. رهيب. لا عالي قوي الأغنية دي، يعني مش ممكن، مش طبيعية. نخش بقى على أقل أغنية جابت مشاهدات أو نجحت أو حد اتكلم عنها رغم إنها حلوة، فممكن نقول إن هي تاني أكتر أغنية مش واخدة حقها بعد خد قلبي معاه لما قلنا في الجزء الأولاني. وهي برضو أغنية غريبة. دايما الأغاني الغريبة دي ممكن تقلش في النجاح. مين يقول لها أنا روحي فيها، مين يقول لي فين مودياني، وبعدها مين يطفي في قلبي ناري. ادي كده 3 اشخاص انت محتاجهم في الاغنيه دي بس. الا هي الشاعر مجدي النجار برضو لا ليه تعبيرات حلوه. نظره تاخدني اطلع لفوق وانت في حضني، مش عايزه فوق، شغلاني بحبها ليلي ونهاري، مين يطفي في قلبي ناري، ولا حد داري وازاي داري. جماليات رائعه. دي اخر اغنيه لعمرو مصطفى. هو عمل الحان رائعه في هذا الالبوم ومختلفه. قصاد عيني، نهاوند، قبلها ليلي نهاري، كرد. هنا عمرو مصطفى عامل حجاز مع مزيكا فلامينكو، فواخدينك في رحله بقى تانية خالص. عشان كده التركيبه من بدايتها تحسها غريبة، تحس الجيتارات من بدايتها عنيفة. طبعا اللحن الحجاز ده بيبقى فيه شجن وبيبقى فيه عمق. انت بتبدأ تقريبا من نص السلم، شغلاني بحبها شغلاني بيها، نزلنا. بعد كده ترجع تاني، شغلاني بحبها والشوق ناداني، تطلع. مين يقول لها انا روحي ليها، تنزل. مين يقول لي فين مودياني، تطلع. تيرت ترت، تحسها حادثه، عربيتين دخلوا في بعض. مش انا بيلفت نظري بقى حاجه روشه قوي في السينيو ده. بيجي يقول بس هي حاجه ما بتبانش، بسيطه قوي. بصوا اول مره بيقول ولا ليا الا هي، انما تاني مره بيقول ولا ليا الا هي، بيخطفها. زي ما تقول تاني مره بيأخر ويلحق، فبتطلع مخطوفه. بص ولا ليا الا هي، تاني مره بقى ولا ليا الا هي. وبعدين ايه حكايه المزيكا اللي بتكمل الجمله دي؟ برضو جامده بس ما بتحصلش كتير. فالمزيكا بتكمل لك الجمله بس بتسيبها مفتوحه. تاني مره بقى بتقوم قافله. وده بيخليك مش متخيل الجمله من غير المزيكا. لما تيجي تغني اللحن لوحده هتقول ولا ليا الا هي، اول مره هتقوم انت قايل بصوتك، تاني مره هتقوم قايل عمرو مصطفى ونادر حمدي كانوا اصدقاء جدا في هذه الاغنيه كلحن ومزيكا، فده على الدنيا اكتر واكتر. وبقى رغم ان السينيو كلماته قليله جدا، هو كله على بعضه ولا ليا الا هي دي حبيبه عينيا، خلص. بس طلعنا منها حوار قوي عشان المزيكا واللحن اشتركوا فيه. معرفش هل ده لحن مثلا اتكتب عليه فما قدرناش نكمل الكلام فالمزيكا كملت الجمله اللحنيه، ولا هي فكرتها كده. في جميع الاحوال بالنسبه لي تحفه، وتستاهل تتلعب تاني بقى بالمزيكا بالصوت ده كفصل موسيقي. معرفش بقى دي آلة نفخ ملعوب فيها او صوت من الكيبورد. فطبعا اغنية رائعة ومميزة في الالبوم. نيجي بقى للاغنية الوحيدة اللي عملت عنها فيديو منفصل قبل كده عشان كان عندي مشكلة معاها. هي اقوى اغنية طبعا لمحمد يحيى في الالبوم، ومن اقوى الالحان اللي عملها في حياته هو وعمرو دياب. هو كان محمد يحيى بيحكي انه كان قلقان يسمع عمرو دياب هذه الاغنية، قلقان من ريحة الحبايب. ريحة الحبايب، فالكلمة يعني مش دارجة قوي، انت تخاف تسمعها لحد. ولو ما عجبتش عمرو قول انا مالي، وانا الشاعر، انا ملحن بره عني. المهم عمرو دياب طار بيها، عجبته جدا، سمع اغنيه عظيمه. طب هل الاغنيه العظيمه دي لما تضاف لها مزيكا علت كمان وكمان ولا لا؟ لا، انا شايف ان التوزيع الموسيقي فيه نقطه ضعف، في تكرار مبالغ فيه للمزيكا بتفاصيلها مع كل كوبليه. نفس جمله الجيتار دي كل كوبليه بتتعاد، هي حلوه بس كل مره بتتعاد زي ما هي. حتى بتاعت عمرو دياب كل مره بتتعاد زي ما هي. لو واحد دي مش ذوقه الاغنيه هتقلش منه بعد كده. بنفس المؤثرات مع بقى كلام متكرر يطمن قلبي اللي مشغول على اللي غايب. دي بتتكرر كتير بس الكلام عظيم ومختلف. اللحن نفس الكلام، هو كوبليه متكرر كل مرة، مش كوبليه وسينيو، هو مقطع بيتعاد ويتكرر. لحن عظيم زي ما هو كده والكلام عظيم زي ما هو كده. فالمفترض من وجهة نظري انه كان يفك الدنيا ويغير شوية المزيكا. واحد يقول لي امال ايه عجباني قوي كده ليه؟ اقول له انا كمان عجباني قوي. تصدق ما انت ما تفهمنيش غلط، دي اغنية عبقرية، انا بس بقول ان كان ممكن تبقى اقوى. اعتقد اللي مخليها عجبانه قوي كده اللحن،
مقام بياتي برضو، اي حاجة تيجي من ريحة الحبايب، يطمن قلبي اللي مشغول، بص دي علي غايب، ده البياتي. واخر جملة تحسها بتلم لك كل اللي اتقال كلحن، يعني يطمن قلبي، يطلع فوق وينزل تاني علي غايب. خلينا نشوفك كانت بياتي برضو نفس المقام بس لحنين مختلفين لمحمد يحيى. ان خلينا نشوفك كل شوية حبيبي انا ريحة الحبايب علي غايب. فاللحن في ريحة الحبايب عبقري. انا قلت مرة قبل كده انه رأيي ان اللحن اكتر حاجة قوتها بتقوي الاغنية كلها، لان هو حلقة الوصل ما بين الكلام والمزيكا وصوت المطرب، فلما يكون عالي يعلي جامد اكتر. قبل بس ما اختار افضل 3 اغاني في ذوقي ورأيي الشخصي، اغلب الناس بتقسم رحلة عمرو دياب ل3 مراحل، قبل سنة 2000 او قبل سنة 99، ومرحلة من 2000 ل 2009 2010، ومرحلة من 2010 11 لدلوقتي. منطقي وفي الغالب بيكون اقوى مرحلة هي اللي في النص، بنوصل للقمة. واحد يقول لي وبعدين الكيرف بينزل ولا اما القمة دي يعني معناها ان الكيرف هينزل؟ مش موضوعي دلوقتي ومش قصدي، انا بس اللي عاوز اقوله ان انا شايف ان اقوى مرحلة لعمرو دياب هي المرحلة اللي في النص. كان معاه فيها كمان الجيل الذهبي من شعراء وملحنين وموزعين، ففي المرحلة دي ومع الجيل الذهبي تحديدا في 2004 تلاقي ألبوم ليلي نهاري. لكن السبب الأساسي وبعيدا عن كل ده اللي مخليني شايفه حاليا هو أقوى ألبوم، إن أنا شايف إن ده أكتر ألبوم أغانيه في المجمل حلوة، يعني ما فيهوش أغنية بالنسبة لي وحشة، أسمعه كله من أوله لآخره جميل، ما فيش أسوأ أغنية. أنا قلت الأضعف خلينا نشوفك، لا مش الأضعف ولا الأسوأ، في الأقل جمالا، كلهم حلوين، ألحان متنوعة، في سريع وبيخطف زي خد قلبي معاه، ليلي نهاري تعالى حبيبي، في بطيء ورومانسي، وحشتيني، قصاد عيني. المقامات أكيد مش كلها موجودة بس اغلبها موجود، في نهاوند، في كرد، في حجاز، في بياتي، يعني شرقي وغربي اهو. خدوا بالكم اغلب الالحان اتاخدت واتعمل بيها اغاني بكلمات مش مصريه، بكلمات مختلفه. ده موجود في برنامج الحلم، جايب لك كل اغنيه النسخ الغير مصريه اللي اتعملت منها. طبعا مزيكا رائعه جدا، حلو ان نادر حمدي عامل كل المزيكا، عامل شغل رائع، وده غريب جدا بالنسبه لي ان ده شغل شخص كان عنده في الفتره دي 25 سنه تقريبا، فشيء مثير للانتباه جدا. وطبعا بالنسبه له ده بيبقى تحدي كبير، انه لسه صغير واول مره مع عمرو دياب، وفي اول مره دي يعمل البوم كامل، ده تحدي كبير، وهيفرتك نفسه اكيد عشان يطلع شغل عالي، مع انه موهوب جدا وقله خبرته هيعوضها وجود عمرو دياب جنبه في كل خطوه برؤيته، فمنطقي يطلع شغل عالي وعالمي. هو عمرو دياب اختار نادر حمدي، دي برضو اتقالت في برنامج الحلم، عشان سمع له اغنيه مع فريق واما اسمها يا ليل، فاعجب جدا بتوزيع المزيكا لدرجه انه افتكروا حد مش مصري اللي موزع الاغنيه. وطبعا كان جايب نادر حمدي مش هيوزع له الالبوم كله، هيوزع له مثلا اغنيتين ولا حاجه، فشكله عجبه الشغل قوي، فايه خلاه يكمل الالبوم. كلمات الالبوم يمكن مش بقوه الالحان والمزيكا، بس ده ستايل الالبومات الصيفيه، انت عايز لحن ومزيكا وجنان اكتر من الكلام، وده ستايل حتى اغاني عمرو دياب بشكل عام، بحس دايما مش عنصر قوتها الكلمات. وانا مبسوط ان الناس اللي مختلفه معايا وشايفه ان ده مش اقوى البوم احترمت رايي، فبحترم رايهم جدا اكيد. حتى بفكر اعمل سلسله للالبومات بتاعت عمرو دياب اللي بتتنافس على الاقوى. منطقي حجم انتاج عمرو دياب الكبير وجمهور عمرو دياب الكبير يخلي فيه اختلاف رهيب في ايه هو اقوى البوم للهضبه. مثلا ناس كتير شايفه ان علم قلبي هو الاقوى، فممكن اعمل فيديو بعنوان اقوى البوم لعمرو دياب ونتكلم على علم قلبي او كمل كلامك وهكذا. يعني اقوى البوم لعمرو دياب تبقى سلسله فيديوهات 3 4 5 فيديوهات مش واحد بس، لان فعلا عمرو دياب مش بتاع ان البوم واحد يبقى هو الاقوى. اقوى 3 اغاني بالنسبه لي قصاد عيني، خد قلبي معاه اللي مش واخده حقها، ريحه الحبايب. لو عجبك الفيديو اشترك، اعمل لايك كومنت شير، وشكرا.